يا مساء الورد، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ويا مساء الدوري. طبيعي يا جماعه، طبيعي الاهلي بيحتفل بالحقائق وغيرنا بيحتفل بالوهم. بس مش ده موضوعنا النهارده. حلقتنا النهارده يا جماعه، حلقتنا هتبقى صعبه جدا النهارده عشان واحد اتفق عليه كل جماهير النادي الاهلي: احتراما، التزاما، لعبا. كل حاجه عايز تقولها قولها. اللاعب ده يا جماعه هو علي معلول. يا هنانا يا بختنا، علي معلول عندنا. أسطورة أسطورة، علي معلول أسطورة. خلاص يا جماعة، القصة انتهت، وعراء أيمن الكاشف لكل بداية نهاية. وللأسف حدوتة معلول خلصت مع النادي الأهلي، اللي ابتدت 2016 وانتهت 2025 في مشهد صعب جدا جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. دموعك ده يا معلول غالية جدا جدا على كل واحد من جماهير النادي الأهلي. صعب تلاقي واحد كل جماهير متفق عليه. صعب تلاقي واحد عنده التزام زي معلول. صعب تلاقي واحد عنده إخلاص زي معلول. صعب تلاقي واحد عنده حب للكيان مع إنه مش مصري زي علي معلول. كتير باعوا النادي الأهلي، آخرهم رامي ربيعة، يعتبر ابن أبناء النادي الأهلي وكابتن من كباتن النادي الأهلي. باع الأهلي عشان الفلوس. أكرم توفيق شرحه، رمضان صبحي شرحهم، والأمثلة كتير. إلا اللاعب ده اتعرض عليه في عز نجوميته مبالغ جامدة جدا، بعقود جامدة جدا داخل مصر وخارج مصر. بس هو قال لك لا، أنا هفضل في النادي الأهلي وحب النادي الأهلي مفيش حد. والله يا جماعه الموضوع صعب جدا على الواحد وهو بيعمل الحلقه دي. بس معلول هيظل يا جماعه اسطوره. انت صعب تلاقي واحد ظهير ايسر لاعب كواليتي عالي. تخيل ده، اللاعب ده بقى افضل محترف اجنبي جه في تاريخ النادي الاهلي. افضل محترف جه، عمل لك اسيستات، جاب لك 51 جول، عمل لك 83 اسيست. اجمالي المساهمات التهديفيه بتاعته 134. افضل محترف يا جماعه جه في تاريخ النادي الاهلي، وافضل محترف عمل اسيستات في تاريخ النادي الاهلي. تعالوا يا جماعه كده نسرد كده مسيره معلول مع النادي الاهلي الناجحه جدا الاسطوره كانت شكلها عامل ازاي مع النادي الاهلي. ومعلول هتفضل دايما فوق دماغنا. اللي بيخلص للكيان جماهير الاهلي عمرها ابدا ما بتنساه. معلول يا جماعه، معلول انضم النادي الاهلي 2016. جه من نادي الصفاقسي التونسي وكان هو هداف الدوري. كان هو ساعتها هداف الدوري. طيب، معلول زي ما قلنا هو اللاعب الاجنبي الاكثر صناعه للاهداف في تاريخ القاره الحمراء. انت متخيل؟ في تاريخ القاره الحمراء من سنه 1907 افضل محترف عندك عمل اسيستات في تاريخ النادي الاهلي هو علي معلول. طيب، لعب مع النادي الاهلي 287 مباراه في مختلف البطولات طبعا من 2016 لغايه ماتش فاركو امبارح. طب يا كابتن زي ما قلنا من شويه، معلول اللي هو مدافع احرز 51 جول. 51 جول وعمل لك 83 اسيست. اخر اسيست اللي عمله لوسام في ماتش فاركو، الجول السادس. طب يا جماعه احنا قلنا ايه؟ مجموع مساهماته 134 مساهمه، اللي هو 51 جول و83 اسيست. طيب، البطولات اللي حققها الاسطوره علي معلول. هتفضل يا ابني طول عمرك اسطوره، ولازم النادي الاهلي يقدر اللاعب ده ويكون ليه تواجد ويتحضر ككادر مهم جدا للنادي الاهلي سواء فني ولا اداري. البطولات اللي حققها معلول للاسطوره مع النادي الاهلي، تعالى كده نكمل. 2016 2017 السنه اللي جه فيها خد مع النادي الاهلي كاس السوبر المصري وخد كاس مصر. 17 18 خد الدوري المصري وخد كاس مصر. 2018 2019 خد مع النادي الاهلي دوري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا. طيب، 19 20 خد مع النادي الاهلي دوري، كاس مصر، كاس سوبر، دوري ابطال افريقيا. 20 21 خد مع النادي الاهلي دوري، كاس مصر، كاس السوبر المصري، كاس السوبر الافريقي. 22 23 خد مع النادي الاهلي دوري
وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا. 23 24 خد دوري وكاس مصر، لا هو خد دوري وكاس سوبر المصري والسوبر الافريقي. ده كام؟ 2023 2024. واخيرا وللاسف اخيرا 2024 2025 خد مع النادي الاهلي كاس السوبر المصري، وخد امبارح توج بالبطوله رقم 45 في تاريخ النادي الاهلي الدوري المصري، البطوله رقم 20 لمعلول. دي مسيره لاعب اسطوره. صعب زي ما قلنا الجماهير تجتمع على لاعب، يعني اجتمعوا على كابتن الخطيب، على ابو تريكه، على وليد صلاح الدين، على كام لاعب كده فلته من فلتات النادي الاهلي. هتيجي تقول علي معلول، طب اللعيبه دي كلها مصريه من جذور مصريه، لكن اللاعب ده صعب تلاقي لاعب اجنبي يتجمع عليه الحب ده كله. الله اكبر، ربنا يزيدك يا ابني قبول من عند ربنا. الناس كلها بتحبك يا علي معلول، الناس كلها بتحبك يا علي معلول. يا ريت يا جماعه الحلقه دي توصل لعلي معلول واللي بيحبوا علي معلول. الحلقه دي يا جماعه بالنسبه لنا صعبه جدا جدا، لانها للاسف وامر واقع حلقه وداع علي معلول الاسطوره. علي معلول الناس هتقول لك كان المفروض يستحق نهايه افضل من كده. انا يا جماعه مع الناس دي، بس يا جماعه النادي الاهلي طول عمره بيبدي مصلحته عن مصلحه اي حاجه تانية، يعني من الاخر بيخلي العاطفه على جنب. معلول قادر يكمل سنه ولا اتنين الله اعلم، احنا ما شفناهوش في الملعب، بس بقى بالامانه في ماتش فاركو امبارح ما كانش المكنه شغاله قوي، يعني ما كانش قادر، او كانت دماغه برضه في حاجه تانية. ربنا يكرمك يا معلول. فيا معلول، انت يا معلول دخلت النادي الاهلي لعيب عادي، لمست اول لمسه حسيت ان النادي الاهلي حاسس ان فيه لاعب مختلف. بدات في النادي الاهلي لاعب عادي، نهيت مع النادي الاهلي اسطوره من اساطير افضل نادي في الكون واعظم نادي في الكون هو النادي الاهلي. ستظل يا علي معلول اسطوره، ويتظل جماهير الاهلي تفتكرك بكل خير. وافتكر انيس بوجلبان اللي ما عملش ربع تاريخك لما جه مصر. اي وقت يجي مصر جماهير الاهلي بتستقبله ازاي، ما بالك انت يا علي معلول. المطلوب دلوقتي يا جماعه من اداره النادي الاهلي وكابتن ميبو، معلول ما يروحش تونس. معلول بلده مصر، وبلده مختار التتش. يا ريت معلول يكون ليه مكان داخل النادي الاهلي سواء فني او اداري، عشان ده كادر النادي الاهلي لا غنى عنه. لما تلاقي حد بيحب النادي الاهلي كده قوي يبقى من الغباء انك تستغنى عنه سواء لاعب او اداري. فانت دلوقتي استغنيت عنه كلاعب، اوعى تستغنى عنه ككادر فني او اداري. شكرا علي معلول على كل نقطة عرق قدمتها النادي الاهلي. شكرا يا معلول على كل اخلاص صدقناه فيك. شكرا علي معلول على كل ضربة جزاء، كل جول حطيته، كل اخفاق، كل فرح، كل يا ابني، كل حاجة يا ابني. احنا بجد بنحبك وبنعشقك، وستظل اسطورة من اساطير النادي الاهلي العظيم. شكرا علي معلول، واتمنى ليك يا رب القادم افضل ليك في مسيرتك باذن الله، وان شاء الله هكون برضو مع النادي الاهلي. شكرا يا كباتن وتحياتي ليك.